رايك كابتن محمد في الشوط الثاني على وجه الخصوص وليس المباراه، لان الشوط الثاني كان مختلف عن الشوط الاول من حيث الشراسه على مستوى المرمى بالنسبه لكلا الفريقين وايضا على مستوى التهديف. هو نتيجه الشوط الاولاني يا عبد العزيز هي اللي يعني حسمت او رسمت السيناريو بتاع الشوط الثاني. خلي بالك لما تبقى 3-1 خلاص الامور بنسبه كبيره هتبقى بتاعتك، فلازم بقى تسير الامور زي ما انت عايز. كانت هناك فرصه لسوسيداد ايضا عادي، بس هم عندهم الملكه ان هم دايما يقدروا يوصلوا لمرمى السوسيداد في لحظه، عندهم الكويس ازاي يستحوذوا، ازاي يبقى لعب مباشر بالنسبه للفريق ككل، فاعتقد دي برضو من الايجابيات. فينيسيوس عنده ميزه عبد العزيز انه ازاي يلبس المدافعين ضربات الجزاء. ضربات الجزاء في ذكاء عند بعض اللاعبين، امتى يروح واحد ضد واحد، ما خلقوا له النهارده واحد ضد واحد كتير، فهو النهارده في الضربتين الجزاء لبس المدافع بتاع ريال سوسيداد بذكائه، لديه الخبث الكروي اكثر. ايوه، هو طبعا صعب ان انت تقرا طريقه مهارته او طريقه ترقيصه بالنسبه لبعض المدافعين، فدي بعض الحاجات اللي ممكن الذكاء في عمليه ان انت تلبس المدافعين ضربات الجزاء، لكن في كثير من الاحيان تكون سلبيه على فينيسيوس. ايوه بس كره مهاره يا عبد العزيز في الاول والاخير. صحيح، فاهم يعني، دي راح معدي الكره من كوبريه، شوف بقى رجليه اللي هي اليمين، بص هو يقول لك ليه حاول يحمل الكره وغطى على الكره في هذه اللقطه، فبعض الحكام يقول لك مش ضربه جزاء، لا ضربه جزاء طبعا. صحيح، ضربه جزاء واخد رجله، وتشعر بان لديه الاحساس بعدم وصول المدافع للكره افضل. أيوه. لاحتساب ركله الجزاء اذا صارت عرقله. صح، دي ضربه جزاء. الاولى اللي في الشوط الاولاني نفس الموقف، فاهم، بس العكس. يعني ايه العكس؟ دي خدها مع الخط، الثانيه راح نازل لتحت، راح واخد رجله برضه، فاهم، فالواد محتار معاه. يعني الاولى، ايوه دي الاولى، سلام عليك، سلام عليك يا ابو جديع انت وعلاء. شوف، فالمدافعين هنا هيقول لك ايه، هيروح بقى راح راجع، راح رجليه الشمال واخده رجليه الثابته، فاهم، فدي حاجات صغيره بس تبين لك انها ضربات جزاء. ليه ريال مدريد اكتر فريق اتحسب له ضربات جزاء؟ عشان دول لعيبه مهاريين واذكياء. مش ذنبي ان انا بوصل لمرمى المنافس او منطقه جزاء المنافس وعندي المهاره، تعامل بقى معايا انت كمدافع، خد الكوره، فاهم، فذكاء اللعيبه هي اللي بيلبس المدافعين لضربتين جزاء. التكنيك بتاعه بتاع تنفيذ ضربه الجزاء، انا كابتن يوسف موجود ممكن اضرب مني في حكايه الدوري الاسباني، هو قليل قوي ما يستخدم التكنيك ده بتاع تنفيذ ضربات الجزاء. الاولى راح حاططها على شمال الحارس، الثانيه راح مغير على يمين الحارس، مع ان التكنيك واحد. فاعتقد ان المباراه كلها مكاسب بالنسبه لريال مدريد. المستوى اللي ظهر بيه ارنولد، مفتاح لعب لناحيه اليمين لريال مدريد لو يستمر بدون اصابات، والمستوى ده هيبقى صانع لعب على ناحيه اليمين بقدره كبيره بالنسبه لارنولد اللي قدم 60 دقيقه مميزه في سواء التمرير او في صناعه اللعب او حتى تشغيل فالفيردي ناحيه اليمين. هل هذه افضل مباراه لارنولد؟ افضل 60 دقيقه لارنولد مع ريال مدريد، مفيش ولا باص تقريبا اتعمل غلط. وبعدين الباص امتى يا عبد العزيز؟ جوده الباص لقدام في صناعه الهدف الاول، وفي تمريرات العلاقه مع فالفيردي. انا كنت شايف ان فالفيردي هو اللي يحرر ارنولد، النهارده ارنولد اللي حرر فالفيردي في عمليه التمريرات لجونزالو جارسيا في عمليه الهدف الاول، وعمليه التمريرات لما يقطع فالفيردي ورا المدافعين تلاقيه عمل واحده في الشوط الاولاني وعمل واحده في الشوط الثاني. فال60 دقيقه بالنسبه له مهمه قوي، لانه هيبقى صانع لعب ناحيه اليمين. صحيح. وهيسهل الامور لريال مدريد في بناء الهجمات، فعلا في بناء الهجمات. فاعتقد ان المباراه كلها مكاسب، 4-1 سلاسه وانسيابيه وكل اللاعبين شاركوا، فاهم يا عبد العزيز، يعني مفيش حد زعلان. فالعشاء جاب في فايده، العشاء اللي عمله اللعيبه مع بعض قبل الماتش جه فايده، فشفنا مباراه ممتعه بالنسبه لريال مدريد. احيانا يجيب فايده حتى مع المحللين، بس لازم مثل الحادثه اللي صارت في بين احمد فؤاد وائل جمعه، فكان العشاء هو يعني اللي يهدي صف الخلافات وهدى الاجواء. بس لازم تغيروا الكرسي اللي انا قاعد عليه الصراحه، والله العظيم كل شويه كرسي ينزل. يا جدعان ما تغيروا الكرسي يا جدعان. لا لانك بص كل شويه ينزل. لا انا بقول لك السبب يا كابتن عبد العزيز، انا بقول لك السبب، لانك انت انسان متواضع، فالكرسي يتواضع معك وينزل. وجعت ظهري يا عم، وجعت ظهري يا كابتن. طيب في سؤال، انت شكرت علاء وابو جديع، يعني الشباب دائما احاول اني يعني اخذ منهم بعض بس صلحوا الكرسي عشان ظهري وجع. انت عندك حلين،
يا اما تستحمل الكرسي يا اما يا توقف. عم وقف يا عم احسن. الكرسي كل شويه ينزل يا كابتن عبد العزيز. طيب في سؤال موجه لكابتن يوسف كابتن محمد. طبعا. هل باحتساب ركلات الجزاء، انا والله يعني بحاول اجيب السؤال على نفس الفكره اللي فهمتها من الشباب، يعني احتساب ركلات الجزاء لاصحاب الارض او لريال مدريد بشكل اكبر، في بعض الجماهير تشاهد بان احتساب كميه كبيره من ركلات الجزاء في عقليه بعض المشجعين بان الحكم يتحيز اكثر للنادي الاكبر او لصاحب الارض. لكن اليوم حكم المباراه احتسب طبعا تقريبا ركلات جزاء بشكل صحيح طبعا. وفي النهايه بخبث من فينيسيوس كما اشار كابتن محمد. ضربة الجزاء هي جزء من اللعبة طبعا، صح ولا لكن لا؟ قوه الفرق تلعب دور كبير طبعا، وهي المهارة اللي نتكلم عليها مهارة المهاجمين كذلك، لأنه المهارة المهاجمين هي تخلي أن المدافعين يرتكبون أخطاء، خصوصا في المراوغة، خصوصا في عملية الدخول إلى المربع، ثم عملية السقوط كذلك، ذكاء المهاجمين، وبعض الأحيان كذلك بعض الأحيان تدخلات كذلك المدافعين. واليوم اللي شاهدنا ثلاث ضربات الجزاء هي ضربات جزاء صحيحه في اعتقادي، لان حتى ضربه جزاء ريال سوسيداد هي كانت صحيحه. التدخل لا السؤال هو سؤال بوجديع في فائده، يعني سؤال مفيد عشان نروح على اللي بعده كابتن يوسف. هي ضربه جزاء هو سؤال مفيد. لا هو شوف، ضربه جزاء صحيح احيانا تكون بعض الاحيان قاسيه، وهذا شيء طبيعي، لانه بعض المباريات تكون هناك ضربة جزاء، بعض الأحيان الحكام يحتسبونها وحكام ما يحتسبونهاش، عادي، يعني تكون هناك بعض الأخطاء تحكيمية، عملية تقديرية للحكام فقط لا غير. لا لكن السؤال هو سؤال خلينا في النهارده، خلينا في ضربتين الجزاء بتوع النهارده. سؤال لو جوهري. انت حكم، الفرق تلعب دور كبير في اتخاذ القرارات بالنسبة للحكم؟ لا ما أعتقد. ممكن بصراحة. بس النهارده لا، ما أعتقدش. وبعدين يا عبد العزيز لما يبقى عندك مثلا كيليان وفينيسيوس ورودريجو لما كان بيلعب، اللعيبه نوعيه اللعيبه دي لما بيخشوا منطقه الجزاء خفاف ومهاريين، صحيح، فالتعامل مع المدافعين بتاع الخصوم هيبقى تعامل مختلف، مما يرفع نسبه احتماليه ركلات الجزاء طبعا. واسلوب اللعب اللي انت بتلعب بيه، لما مثلا لما اوصل لمنطقه الجزاء 20 مره في كل ماتش، ما ممكن 2 من ال20 يجوا ضربات جزاء، فاهم؟ فانا حسب نوعيه الاسلوب، حسب نوعيه اللعيبه الموجوده، الثاني والثالث على مستوى المراوغات في النادي. أيوه. ريال مدريد لما يبقى اللعيبه عندك الاول والثالث اكثر تعرضا لركلات الجزاء. المهارات هذه عند المهاجم مهاره، هذا ما يسجلش ممكن يجيب لك ضربه جزاء، يعني هذه تحسب للمهاجم كذلك، المهاجم المهاري والمهاجم اللي عنده المهاري في المراوغات. لا ضروري ايضا اضافه على ذلك، علاوه على ذلك عقليه خبره اللاعب داخل منطقه الجزاء تلعب دور كبير. طبعا هنا تكلمنا على ذكاء اللاعب، ذكاء المهاجم، امكانيات المهاجم، مهارات، كل هذه اشياء تكون في مصلحته. طبعا لو ما يقدرش يسجل هدف ممكن يلعب لك يجيب لك ضربه جزاء، هذا هو جزء من اللعبه طبعا. صحيح. طبعا هذه الامور في فتره من الفترات كان كابتن محمد ابو تريكه طبعا هو يعني موجود فيها، بوجدعت منه زملكاوي، بوجدعت منه زملكاوي ومدريدي. هو سأل سؤال يعني قوي، يعتبر قوي لكن بس جوهري. خلي بالك يا ابو شجاع، انا ال 13 جول الحمد لله اللي جبتهم ضد الزمالك ما فيهمش الا واحد ضربه جزاء، يعني ال 12 الباقيين من لعب مفتوح، فما جبتش الا جول واحد من ال 13 اللي قدام الزمالك، بما ان ابو شجاع زملكاوي. وهذه ركله الجزاء والجول هذا هو اللي صار عليه الحديث لحد الان، هو الحديث الابرز يعني. لا مش دي، لا مش دي، لا مش دي ضد منها. انما هو ليه بقى؟ ما هو اصل زملكاوي يقول لك ال 13 جول اللي جابهم فينا معظمهم ضربات جزاء، ارجع بالتاريخ يا ابو شجاع، ما فيش الا واحد بس من ال 13 اللي هو ضربه جزاء من اللي دخلوا في اهداف نادي الزمالك. كم نسبه ركلات الجزاء غير صحيحه التي تم احتسابها للكابتن محمد ابو تريكه؟ انا واحده بس، مش متذكرش الصراحه، بس انا واحده، ممكن واحده او اثنين. انت واحده بس؟ واحده شفتها انا، واحده شفتها كانت من بره، من بره الخط والحكم حسبها. لكن في بعض الاحيان اللي هي اللي كان في انفراد واتحسبت كان ضد حرس الحدود. لكن في بعض الاحيان في كره القدم ايوه انت تحتاج لركله الجزاء بغض النظر عن قرار الحكم، من الصحه من عدمها يعني، لان هناك قرارات مصيريه